السلام عليكم. الفيديو ده هيخليك عارف وفاهم فين شاطئ الأبيض، شاطئ بلو بيتش، شاطئ القوات المسلحة، وشاطئ عجيبة، وشاطئ الغرام، وشاطئ كيلوباترا، وأم الرخم، وغيرهم من الأماكن في مدينة مرسى مطروح. فكمل الفيديو لنهايته وأنا هختصر ومش هطول. في الفيديو اللي عملته قبل كده عرفتكم الشواطئ اللي موجودة شرق مدينة مرسى مطروح، لكن في الفيديو ده هعرفكم الشواطئ اللي موجودة غرب مرسى مطروح، والشواطئ الغربية هي الأجمل والأشهر في مرسى مطروح. لكن طبعا الشواطئ الشرقية هي كمان شواطئ جميلة. اللي عاوز يعرف شواطئ الشرق يشوف الفيديو اللي في الوصف، لكن خلونا نركز في شواطئ الغرب، غرب مدينة مرسى مطروح. أيوة، المحافظة كلها اسمها مطروح، لكن المدينة اسمها مرسى مطروح. انت عديت العلمين والضبعة وعديت على راس الحكمة وانت جاي في الطريق السريع. المهم ان الطريق الساحلي السريع ده اللي انت ماشي عليه بيدخلك مرسى مطروح وبيوصلك المستشفى العام، وهي دي بداية شارع اسكندرية اللي لونه أحمر. وشارع اسكندرية هو عصب المدينة السياحي والتجاري، وبدايته المستشفى العام ونهايته مبنى ديوان عام محافظة مطروح. وهو شارع عمودي على البحر مش موازي للشاطئ. الخط الأسود ده هو خط السكة الحديد اللي جاي من اسكندرية والعلمين والضبعة وبيدخل مدينة مرسى مطروح. وهنا نهايته اللي هي محطة قطارات مرسى مطروح. ممكن نقسم مرسى مطروح لجزئين: جزء شرق شارع اسكندرية اللي اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، وجزء غرب شارع اسكندرية اللي هتكلم عنه في الفيديو ده. انت وصلت لبداية شارع اسكندرية، عندك هنا 3 اختيارات. الاول انك تدخل يمين يعني شرق ناحية محطة القطار، او انك تكمل زي ما انت فتدخل شارع اسكندرية، او ممكن تدخل شمال وده هيلف بيك وهيدخلك في شارع رئيسي موازي لشارع اسكندرية ومقسوم بالاتجاهين، فتوصل للبنك الأهلي ولميدان وسط البلد. بتدخل شمال في شارع الجلاء، وممكن علشان تكمل للغرب ندخل كده عند طريق الكورنيش ونعدي على مسجد سيد العوام وشاطئ الليدو وميدان البوسيت وفندق البوسيت وفندق غزالة. وممكن ندخل يمين ونعدي على كنتاكي وماكدونالدز وفتح الله ماركت على طريق الكورنيش. وممكن نكمل في شارع الجلاء فنوصل لسوق ليبيا وبعده بنزينة التعاون، وهنا تسيب شارع الجلاء وتدخل يمين في طريق سيوة، وبعد كيلو 300 متر بتدخل يمين كمان وتمشي وتدخل شمال فتوصل لطريق الشواطئ، وبعد شوية بتكون ماشي موازي لشاطئ طويل جدا مقسم لعدة شواطئ. الشاطئ الطويل جدا ده طوله حوالي 10 كيلو متر، هو ده شاطئ الأبيض. سموه الأبيض لأن رملته بيضة جدا وميته صافية جدا. وهنا أنا عاوز أوقف الكلام عن الطرق لمدة دقيقة واحدة وأتكلم وأقول إن شاطئ رملي طويل بالجمال ده هو كنز كبير جدا، يمكن مش موجود زيه في أي مكان تاني في العالم. لكن اللي أنا شايفه هو إن محافظة مطروح والدولة ككل مش مقدرين أهمية وقيمة شاطئ الأبيض ومنطقة غرب المدينة. كل شيء في الشاطئ ده والمنطقة المحاذية ليه بيتم إدارتها بشكل عشوائي. المباني والبيوت والشوارع في المنطقة مش بيتم تخطيطها، لكن أي حد بيعمل أي منشأة في أي مكان، فتستمر المدينة في النمو العشوائي اللي بيحصل من عشرات السنين. والشاطئ نفسه بيتم تشغيله وإدارته في الصيف من قبل مستأجرين عشوائيين، ومفيش أي تسعير منظم أو خدمات منظمة زي اللي بيحصل في شواطئ الإسكندرية. بطالب الدولة والحكومة بتنظيم منطقة شاطئ الأبيض وتحويلها لمدينة كبيرة طويلة منظمة مرصوفة الشوارع متكاملة المرافق والخدمات، وممكن نسميها مدينة الأبيض، لأن المشهد زي ما انتم شايفين عبارة عن مباني مبعثرة وشوارع متعرجة وأي حاجة في أي حتة. وشوية شوية هنلاقي المكان اتملى بالمباني وتحول لقنبلة عشوائية، وصرف المجاري هيحول شاطئ الأبيض الجميل لشاطئ اسود مهبب، ونخسر أطول وأجمل شاطئ في مصر. والحاجة الوحيدة الإيجابية
اللي عملتها المحافظة هو تطوير ورصف طريق الكورنيش الموازي لساحل البحر، لكن كمان الطريق مش بالاتساع الكافي ومحدش عمل في حسابه احتمالات التوسعة المستقبلية. نرجع للشواطئ والطرق، وانت ممكن تدخل كده يمينك وتروح حمام كيلوباترا والشاطئ كيلوباترا، واخيرا شاطئ الغرام. شايفين الرملة البيضة والمية الصافية؟ الغرام ده كمان شاطئ عالمي يا جماعة. خلي بالك من المناطق اللي لونها أزرق غامق قرب أطراف شاطئ الغرام. المناطق دي عميقة وغريقة، فلو مش بتعرف تعوم ابعد عن المية الزرقاء وخليك في اللون اللبني والأصفر، ولو بتعرف تعوم برضو ابعد وخليك في الأمان. ممكن تكمل كده وتكون موازي لشاطئ الأبيض 10 كيلو، وممكن تدخل في الطريق ده اللي هو كورنيش الأبيض، وفيه وصلات عرضية بتوصل ما بينهم، فتروح شاطئ المروة والأصيل وغزالة وزمردة وشواطئ كتيرة بأسماء مختلفة، لكن كلهم شبه بعض، رملة بيضة ومية صافية. ولكن مشكلة شاطئ الأبيض هي إنه بيكون مش حلو لما يكون الهواء شديد والرياح سريعة، فبيكون الموج عالي، لكن لما الهواء بيكون هادي فبيكون أحلى بحر ممكن تنزله في العالم. بتزيد أهمية شاطئ الأبيض لما تقرب لأواخره في الناحية الغربية منه. هنا شاطئ زمردة الأبيض، وشاطئ الأبيض العام، وشاطئ قرية بلو بيتش، وشاطئ فندق القوات المسلحة. وبيميز الشواطئ الأربعة دول إن موجود عندهم مصدات للأمواج. وشاطئ القوات المسلحة ده بقى موجود في خليج بيبص ناحية الشرق، وبتكون ميته هادية دايما حتى لو فيه هوا شديد، وهو أمان خالص للأطفال. في هنا جنب شاطئ القوات المسلحة فندق 5 نجوم اسمه كارولز بوريفاج، وله شاطئ جميل جدا. الفنادق ال5 نجوم في الساحل الشمالي بتكون أغلى بكتير من الفنادق ال5 نجوم اللي في شرم الشيخ أو الغردقة أو دهب. بعد كارولز بوريفاج في شاطئ جميل جدا جدا لكن ما فيهوش أي خدمات، وهو شاطئ اللاجونة، وده بيحتل الرأس دي وبيبص برضه للشرق، وميته ورملته سبحان الله على الجمال. منطقة تانية غرب شاطئ اللاجونة فيها شاطئ جميل اسمه شاطئ أم الرخم، وبرضه بحذر من النمو العشوائي للمنطقة دي. لو شفت صورة فيها صخرة في المية فاعرف ان هو ده شاطئ أم الرخم. وكمان نزول البحر ده بيكون حلو لو الرياح هادية، وهو كمان من أجمل شواطئ العالم كطبيعة ومية ورملة. وزي ما قلت علشان توصل من الطريق الساحلي ده اللي هو طريق الأبيض عجيبة للبحر فبتمشي في طريق عرضي بيوصل ما بينهم. شاطئ أم الرخم عبارة عن مسافة طويلة جدا ممكن تنزل فيها البحر، طوله كده من الشرق للغرب حوالي 3.5 كيلو، لكن أساسه هو المكان اللي قدام الصخرة. وبعد شاطئ أم الرخم بنوصل لآخر مكان مشهور في غرب مطروح واللي هو شاطئ عجيبة. وعجيبة عبارة عن تل مرتفع هنا وتل مرتفع هنا وبينهم أرض منخفضة وشاطئ رملي جميل. وعجيبة من أجمل المناظر الطبيعية في مصر. وما حبيتش أدوشكم بالأطوال والمسافات، لكن من الآخر فالمسافة بين شارع اسكندرية وشاطئ عجيبة هي 25 كيلو بتاخدها في حوالي 40 دقيقة. أما شاطئ الغرام فيعتبر بعيد بالعربية، لأنك علشان تروح له بتضطر تلف بالعربية حوالين خليج الغرام، والمسافة من شارع اسكندرية لشاطئ الغرام هي 14 كيلو بتاخدهم في 25 دقيقة. وأنا بقول بعيد بالعربية لكنه قريب بالمعدية أو المركب. لو عاوز تعرف فين هي شواطئ رمل وشاطئ الهنا العام وشاطئ الفيروز وشاطئ مينا الحشيش وشاطئ الرميلة وشاطئ علم الروم وشاطئ النخيل وشاطئ البسنت وكوبري رمل، يبقى أنت محتاج تشوف فيديو شرق المدينة. يلا انضم لأكتر من 200,000 مشترك واشترك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.